البرفورمانس. كل اللي احنا عملناه ده في الاخر خالص بيحددوا performance. انا شغال كويس او انا شغال مش زي ما الشركه عايزه. ايه الفيصل ما بيني وما بين التوب مانجمنت والبورد ممبر لما اجي اقدم اقتراحات واجي اقول انا حققت كل النتائج اللي عندي او انا بتحسن؟ لازم يبقى عندنا quantitative measure، حاجه ملموسه، كرايتيريا واضحه تقدر تحدد لنا هل انا فعلا عملت اللي مطلوب مني ولا لا. الكرايتيريا دي ممكن تشمل حاجات كتير. من اول احنا اصلا حددنا الكرايتيريا على ايه؟ لما هقول انا كويس كان بناء على ايه؟ باصص على تايمينج، كوستنج، كواليتي، اكسكيوشن، افشنسي معينه. في حاجات كتيره البرفورمانس ميجرمنتس بتوضحها لك. البرفورمانس ميجرمنتس مش لازم تتاخد في اخر خطوه، بالعكس دي مهم جدا تبدا معاك من اول يوم. من اول يوم تبقى بتقيس كل حاجه انت بتعملها. في كوت مشهور قوي بيقول you cannot improve what you cannot measure. طالما هتعرف تقيس يبقى تقدر تimprove. السبلاي تشين ديلي اكتيفيتي. في الديلي اكتيفيتي بتاعتك لازم دايما تشوف كل اكشن انت عملته صح ومظبوط ولا لا. بالكريتيريا الصح اللي تكون عندك في الميجرمنت تقدر انك تحدد انا فعلا ماشي مظبوط وعلى خطوه صح. ولو انا بعيد ليه؟ وقدامي قد ايه؟ وايه اللي المفروض اعمله عشان اقدر انفذه؟ في السبلاي تشين ممكن تقول اداء المورد ده رائع. ليه قلت عليه رائع؟ من اصل كام شحنه جت كان في اكسبتنس ريت للمورد ده. اوكي، لو انا جيت قلت ان المورد ده اداؤه مش عاجبني، بتقيس الريلايبيليتي بتاعته. قستها على ايه؟ على التوقيت، ولا قستها على الكميه، ولا قستها على الكواليتي اوف جودز اللي بتتعمل؟ على سبيل المثال الكاستمر ده ريلايبل، انا عارف اشتغل معاه بناء على ايه؟ على الاوردر ستابيليتي اللي بيبعت لي بيها، على التشينجز اللي كانت بتتم في الاوردرز بتاعته، على الامرجنسي اوردرز اللي كل شويه يفاجئني بيها. نقدر نبص لاي حاجه من اكتر من بوينت اوف فيو، بس اللي بيحكمنا دايما احنا الاثنين ان احنا نتفق مع بعض على كريتيريا واضحه بنقيس بيها البرفورمانس سوا. اما ساعتها ما نعتمدش على البوينت اوف فيو بتاعتي او البوينت اوف فيو بتاعتك. الكريتيريا دي موجوده في السبلاي تشين، وهنقدر ان احنا نشوفها ونعرفها في الحاجات الجايه والحلقات اللي جايه ان شاء الله.